مباراة مصر والسعودية، تصريحات جاليليو مذيع قناة الزمالك، وهل كامش موجود في الأهلي في نهاية الموسم ولا هيمشي؟ وما تنساش تدعم فرقتك، ويا ريت لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مباراة مصر والسعودية نبتدي بيها ماتش ما اتكررش بقاله كتير مع المنتخب المصري، اداء ما حسيناش بيه بقالنا كتير، لعب واداء ونتيجة ولا امتع ولا اروع من كده، وتغييرات من حسام حسن كلها بلا استثناء ممتازة. وهيثم حسن اللعيب والحريف اللي نستنى منه اداء كبير قوي. حسن ادار المباراة بمنتهى البراعة، تغييرات جامده جدا في مواعيدها، تقريبا غير الفرقتين لعبوا تقريبا 11 تغيير. عمل كل حاجه في الملعب. يعني اداء ونتيجه وكل حاجه بصراحه امتياز في مباراه مصر والسعوديه. تصريحات بقى الاخ جاليليو مذيع قناه الزمالك اللي قال لك ان ازاي يتم استدعاء زيزو. يعني انا عايز افهم، لو زيزو ما انضمش للمنتخب مين هينضم؟ انت حضرتك عاقل؟ يعني حضرتك واعي انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم على زيزو الموسم اللي فات احسن لاعب في الدوري المصري، الموسم ده في اول الموسم كان من اهم اللعيبه اللي في الدوري، اللي مقدم مساهمات. بعد افريقيا، بعد افريقيا هو اداؤه مش احسن حاجه لانه مش بيلعب في مكانه. الموضوع بسيط، الموضوع سهل وبسيط، هو ما بيلعبش في مكانه، هو الراجل بيلعب في نص الملعب وده مش حتته، فبالتالي مش هيديك افضل اداء. اتمنى يسترب المدرب الفلتة بتاعنا يكون اتعلم واتفرج على ماتش امبارح وازاي يلاعب زيزو، ازاي يلاعب زيزو. خلينا بقى نقول ان كاموش هل هيبقى موجود في الاهلي في نهاية الموسم ولا ايه؟ كاموش قال لك بعض التصريحات اللي قالها، قال لك ان التعاقدات لسه شغاله او الانتقالات لسه شغاله في فريقه القديم، فقال لك انا عايز ارجع فريق القديم. قال لك هنشوف نناقش الوضع مع النادي الاهلي وممكن ايه نفسخ التعاقد وارجع فريق القديم. المعلم ميستروب بتاعنا قال لك لا والله، هو الراجل مش قال عليا ان انا ما بعرفش ادرب وانا مدرب تعبان وما بحسبش حد. لا والله انا للاسف الكلام ده حلو وجميل وكان على عيني، بس هو والله مش هيمشي. يا عم ازاي انت بتلعبوش؟ انت بتستبعده من المباريات. قال لك لا انا محتاجه، قال لك وفروا لي الحمايه الاعلاميه وانا محتاجه، وانا ان شاء الله مكمل في النادي، انا مدرب مشروع مش جاي موسم وماشي. يا عم ازاي يهديك يرضيك؟ انت بتلعبوش اصلا، ما بتضموش للقايمه. قال لك لا والله مش هيمشي. الراجل انا شايف ان هو مهاجم جامد وانا اعرف اخرج منه. يا عم ده لو لعب 3 ماتشات هنشتريه، هيبقى خلاص معانا. قال لك لا والله مش هيمشي. فخلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل في الايام الجايه.